ازيكم بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هرد على بنات كتير سألتني على الرنساج وايه طريقته وبنعمله ليه. الرنساج اللي بنعمله للشعر طبيعي كلنا عارفين ان احنا لما بنصبغ شعرنا او بنعمل الخصل اللي هي بالبودرة، بعد غسلتين او 3 اللون بتاعها بيتغير وبيخش على درجات الاورنج، بيقرنج. الرنساج ده اسمه تصحيح اللون، يعني الرنساج ده بنستخدمه عشان نصحح بيه الدرجة اللي هي قرنجت. مصحي يعني صبغة، وهوريكم شكلها دلوقتي. بيبقى الصبغة بتبقى مكتوب عليها من بره لون احمر، لون نبيتي، لون فضي، لون ازرق، لون اخضر. فهي فيها كل الدرجات. في ناس بتستخدمه بطريقه هقول لكم عليها، وهقول لكم انا بستخدمه ازاي. بتحطي درجه اللون الاسود قد عقله الصباع كده. لو انتي مش عايزه تغمقيه بتحطي حته صغيره من درجه الاسود. بتحطي، ما تحطيش كتير. لو انتي عايزه تخليه جراي قوي، عايزه تخليه جراي قوي وغامق شويه، فبتزودي الاسود، بتحطيه على ميه وحبه شامبو، بتحطي عليهم حته اكسجين، وبترجيهم. طبعا الاكسجين بيبقى حاجه بسيطه. بترجيهم في ازازه وبتغسلي بيه شعرك على طول على الحوض بعد ما بتغسلي شعرك، علشان ياخد الدرجه. وبعد كده بتشطفيه كويس. في ناس بتعمله كده. انا بقى بعمله ازاي؟ بحطه في طبق الصبغه، والدرجه اللي انا عايزاها، اذا كانت اسود، اذا كانت فضي، اذا كانت ازرق. فالالوان اللي انت بتحبيها ممكن تجمعي كذا لون على بعض على فكره، وبخلطهم على حبه ميه صغيرين، وبعد كده بحط عليهم الاكسجين بس مش كتير قوي، بحط حاجه بسيطه على حمام الكريم. بعد كده بحط حمام كريم عليهم واقلبهم. بحطه على شعري اقل من دقيقه شويه، عشان انا مش بحبه يغمق قوي، انا بس بحبه يحوش القرنجه بس. وبعد كده بغسله عادي. بحط نقطه، حته قد عقله الصابع كده من الاسود، بس مش الاسود المزرق. بحط حته تاني قد عقله الصباع من الازرق. تمام. وبحط عليهم على وهم كده خلاص. ده الرنساج عشان يطلع معاكي الرمادي بقى بدرجاته، الاشقر الرمادي. آه، انا بقى بحط عليهم الشفاف، اللي هي الصبغه الشفافه او الالف، علشان ما يغمقش، عشان ما يطلعش غامق. تمام، فهمتوني؟ طيب الرنساج ده مش بيقعد، الرنساج ده بيقعد معانا غسله 2 3 وبعدين يطلع حسب نوع شعرك يعني. فهو بيصحح اللون بس الحاجه. وطبعا الرنساج ده ما بيتعملش غير على شعر مسبوغ او معمول خصل. اتمنى اكون فدتكم.